أول فكرة جات لي قلت أنا أجي وأكلم بالعربي لما حدش قال لي no way مستحيل. نافين عاشت في 8 بلاد، وضبت 15 بيت، ربت ولسه بتربي في 4 عيال، وبرغم كل اللخبطة اللي في حياتها دي وكل الضغوطات ديت ما كانش ده عذر ليها إنها تبتدي حلمها وهي 42 سنة. فسبت كل حاجة وقررت إن أساعد الناس. دي كانت أول لحظة إني حسيت إن أنا لقيت my purpose في الحياة، إني أساعد الناس. كنت عمرك تتخيلي إنك توصلي برحلتك من إن أنت تجمعي شوية ستات مع بعض إنك عملتي الكوميونيتي ديت؟ لا خالص. علشان لما أنا ابتديت الموضوع ما كانش في دماغي خالص إني هو يبقى الموجود النهاردة. ما حدش قال لنافين إني أصعب، بس أحلى حاجة ممكن أقولها لنفسي كلمة لأ. أهلا بيكم في محدش قال لي النص التاني. في النص التاني من محدش قال لي بحاول أدور على ناس عملت حاجة مختلفة في المرحلة العمرية اللي احنا فيها، أو عندهم معلومات تفيدنا كلنا إن احنا نعيش بقية حياتنا بصحة كويسة وحماس على الحياة. معايا النهاردة نافين عاشت في 8 بلاد، وضبت 15 بيت، ربت ولسه بتربي في 4 عيال، وبرغم كل اللخبطة اللي في حياتها دي وكل الضغوطات ديت ما كانش ده عذر ليها إنها تبتدي حلمها وهي 42 سنة. نافين قدرت إنها تبتدي مشروع ظريف جدا اسمه Coffee with an Expat أو قهوة مع مغترب، لمت فيه سيدات كتيرة قوي في الإمارات بيتقابلوا عادة، بيعملوا حاجات مفيدة جدا ليهم ذهنيا وفي نفس الوقت حاجات ترفيهية. هاي نافين. هاي مريم. أول تنويه عايزة ابتدي بيه إنه نافين عمرها ما بتتكلم عربي، بس طبعا في محدش قال لي احنا بنحاول دايما إن احنا نوري نماذج بتعمل حاجة مختلفة متأخر في الحياة، فده حاجة منهم. نافين النهاردة أول انترفيو هتعمله بالعربي. بالضبط. بالضبط كده. عايزة تقولي إيه في الموضوع ده؟ لا بصي، يعني لما أنت قلت لي أجي وأكلم على ما حدش قال لي، أول فكرة جات لي قلت أنا أجي وأكلم بالعربي لما حدش قال لي no way مستحيل. يعني بعد كده قلت لنفسي طب أنا خايفة من إيه أو قلقانة من إيه؟ قلقانة مثلا الناس يضحكوا، مش مشكلة يضحكوا، أنا في العربي بتاعتي مضحك. إني الناس ده pass judgment مثلا، معلش أنا هتكلم شوية بالإنجليش. أنا برضو مش مشكلة، يعني أنا ما بتأثرش بسهولة من كلام الناس. الحمد لله واثقة من نفسي. فقلت لا خلاص، يعني لازم، يعني لو جالي فرصة لازم أقول هايل. طيب إيه اللي خلاكي تتحمسي على ما حدش قال لي النص التاني؟ عشان أنا النص التاني. لما عندك فرصة إنك تحكي قصتك للناس and you inspire them مثلا، دي حاجة كويسة، يعني عشان الناس يتعلموا من بعض وكده. طيب احكي لنا بقى قصتك في السريع قبل ما نسأل أسئلة محددة. يعني زي ما انت قلتي بالضبط، أنا عندي 4 عيال، يعني 3 منهم كبار خلاص. الأكبر واحدة عندها 25 سنة، وعندي 22 و19، وعندي ليال عندها 9 سنين. عشت في 8 بلاد، من مصر وأستراليا. طبعا أنا يعني تربيت في أستراليا، بعد كده رحت مصر، اتجوزت هناك. أنا جوزي مصري 100%، بس دلوقتي بيتكلم إنجليش أكتر من عربي. ومع شغل جوزي اتنقلنا كتير في بلاد كتيرة، وما كانش بيجيلي فرص كتيرة إن أشتغل، because يعني ممكن جدا في البلاد اللي احنا بنروحها الفيزا ما تسمحش للزوجة إن هي تشتغل. فكنت بعمل volunteering كتير، وكنت بقعد أفكر في أفكار كتيرة، بس ما حسيتش إن أنا لقيت حاجة يعني فيها معنى. يعني أنا بحب حاجات يعني فيها معنى كتير. بس فلقيت نفسي في يوم actually لما كنا عايشين في سويسرا الأول قبل ما نيجي هنا، حصلت الحرب في سوريا، ولقيت في ناس كتير من سوريا جايين لسويسرا. فساعتها قلت لنفسي لا، لازم أعمل حاجة أساعد الناس اللي جايين البلد يعني. فسبت كل حاجة وقررت إن أساعد الناس. فدي كانت أول لحظة إني حسيت إن أنا لقيت my purpose في الحياة، إني أساعد الناس. كانت أحلى وقت في حياتي بجد، إني أساعد الناس من غير حاجة يعني يرجع لي. ساعدتيهم إزاي يا نافين؟ أول حاجة كان بيجوا من غير أي حاجة خالص، ما كانش عندهم لبس، بيت، ما كانش عندهم أي شيء. فأول حاجة عملتها أنا قعدت ألم في الهدوم،
وأرتب بقى أشوف الحاجات الكويسة، الحاجات اللي مش كويسة كنت برميها، عشان كنت برضه بقول إني الناس الجايين من سوريا دول ناس متعلمة، كان عندهم بيت وكان عندهم شغل وكان عندهم حياة. للأسف أحيانا الناس بيفكروا إن الريفوجيز دول ناس ما كانش عندهم حاجة، فممكن عندهم أي حاجة. ودي كانت يعني نقطة مهمة بالنسبة لي، إن هو في احترام للبشر وللإنسان. فكنت بتأكد إن الحاجات اللي بتروح لهم حاجات كويسة، الحاجات اللي أنا ممكن ألبسها. فابتدينا كده. بعد كده سويسرا كان في زي بروجرام إني داخلهم في شقق وكده، بس برضو كان بيخشوا شقق وكده من غير تلفزيون ولا عفش ولا أي حاجة. فابتدينا بقى نلم بقى العفش والتلفزيونات والعجل للأطفال ولبس وكل حاجة، ونروح نوديها لهم. يعني الموضوع كبر شوية. بعد كده عملنا شحن لليونان وأبلاد في إيسترن يوروب، فكانت حاجة قوية شوية يعني. بس ساعتها لقيت في نفسي قوة، ولقيت في نفسي حاجات ما كنتش عارفة كانت موجودة. وأنا أعتقد دي كانت بداية البيربس في حياتي. فلما أنا جيت دبي أنا قلت برضو أنا عايزة أساعد الناس، بس لقيت إني أنا أساعد الناس إزاي أنا كنت بساعدهم في سويسرا مش سهلة هنا. كان فيها a lot of red tape عشان نعمل حاجات charity يعني. وكمان كنت جاية كان معايا بيبي كان عندها شهر، يعني عيالي كانوا بيروحوا المدارس، وجوزي ابتدى شغل جديد، فكنت مقضية وقتي إن أساعدهم الأول. وكذا لاحظت إن في ناس هنا الستات بالذات يعني very lonely، يعني مفيش أصحاب اللي هو أصحاب genuine friends. يعني بنعرف ناس كتيرة، بس مفيش مثلا لحد ممكن تكلميه أنا زعلانة النهاردة تعالي نروح نشرب كوفي. فأنا قلت أنا كنت في السيتويشن دي كتير في حياتي، يعني 8 أبلاد وكذا بيت، وكان لازم أبتدي حياتي من الأول وجديد وأعمل أصحاب من جديد. فقلت لا أنا ممكن يعني with my experience أساعدهم. بس ده هو كان الفكرة، بس أنا كنت عايزة أساعدهم. فعملت gathering an event. فأنا قلت لنفسي يعني طيب لو ما حدش جاي. واحدة قالت لي في صاحبتي قالت لي ساعتها قالت لي أنت عارفة لو في 5 ستات جم وعملتي فرق في حياة واحدة أنت كده عملتي اللي عليكي. فأنا لغاية النهاردة بعيش على كده، يعني بشتغل كده. يعني لو هو مثلا في 3 جم هروح هعملها برضو، ممكن جدا من ال3 دول أعمل فرق في حياة واحدة. خلاص عملت اللي عليا. في ال8 بلاد اللي عشتيهم where is home أو إيه اللي بتعتبريه بيتك؟ أنا حاسة أنا سبت حتى من نفسي في كل بلد، حتى من البلد دي معايا برضو. إنك تقولي لي where is home، يعني أنا عايشة بقالي 9 سنين في دبي. في دي ممكن جدا أقول دي أكتر حاجة ممكن أقول لها عليها home، بيتي. أكتر بلد عشت فيها. بس في نفس الوقت ما بحبش أقول دي is my permanent home، إن خلاص this is it، عشان الحياة اللي إحنا بنعيشها ممكن أي حاجة يتغير في أي وقت وألاقي نفسي في بلد تانية. فتعلمت نفسي من بدري إني بيتي حاجة جوايا أنا، وممكن أخدها معايا في أي حتة. يعني home is inside، يعني أكتر من هو حاجة physical. التغيير الكتير مش يعني بقيتي متعودة دايما ما بقاش بيوترك؟ برضو نفس الحاجة، الموضوع ده مش لكل الناس. ناس كتيرة يعني صعب عليهم إن هو ينقلوا كتير. بس برضو دي يرجع لشخصيتي اللي هو I'm adaptable، بحب الحاجات الجديدة، وتعودت بقى نتحرك ونشوف ونسافر. حتى لما احنا عايشين في أي بلد دايما نسافر ونفرج ونشوف discover new things. فبصراحة أنا بحب التنقل. ده حتى يعني في الأول 3 سنين احنا كنا هنا، ابتدي أقول يعني خلاص ده بقى لنا 3 سنين فين البلد الجاي؟ يعني هنمشي امتى؟ يعني ابتدي بقى اشوف بقى فرص. وانا بوسي بقول انت بتقولي يعني بتقول طب نغير البيت، نعمل اي حاجه، بس انا محتاجه تغيير. 15 بيت يا نبيل؟ يا 15 بيت ازاي؟ ده موضوع مهلك جدا. بصي اتس جود للديكلترينج، يعني تفضي الحاجه وكده. بس يعني وفي وذن اكسبات في كم حد دلوقتي وكم جنسيه؟ لا احنا كتير. يعني هنقول فوق 20 جنسيه. احنا يعني كوفي وذن اكسبات
يونيك شوية إن هو مش مركز على حاجة معينة. مش لازم تبقي مثلا ولا لازم تبقي مثلا في البيزنس أو فنانة مثلا. هو كوفي with an expat لكل الستات من كل دين من كل culture. مفيش اختلاف خالص. and this is حاجة يعني برضو نرجع للاحترام للبشر. مش علشان دي مثلا مسلمة ولا دي مسيحية ودي من مش عارفة بلد ايه. لا مفيش الاختلاف ده بينا. ازاي عرفتي تتواصلي مع ناس من جنسيات مختلفة كتير وازاي احترموك؟ يعني ازاي هم تخطوا مثلا لو في اي عنصرية او اي حد ان لا هي مختلفة عننا او كده وحبوكي وقدروا ان هم فعلا يشوفوا القيمة في اللي انت بتقدميه؟ بصي اعتقد عشان انا عشت في بلاد كتيرة وكمان شخصيتي من النوع اللي انا ممكن ادابت للناس اللي قدامي. وكمان انا بحب اتعرف على الناس مختلفة واتعلم منهم. وعندي احترام كبير للناس المختلف عني. ويعني مش نفس الدين مش نفس التربية. مش أنا تعلمت كتير قوي منهم كمان. يعني أنا طبعا يعني لما عايش في أستراليا أنا ماما وبابا مصريين وتربونا زي هم تربوا في مصر. فدي الحاجة الوحيدة أنا كنت عارفاها. فلما أنا كنت بعيش في بلاد تانية وأشوف الستات الأمهات التانية بيربوا عيالهم إزاي، لا أنا كنت مستغربة. يعني في حاجة اسمها نتكلم، مفيش حاجة اسمها يعني لا يعني لا. يعني فمسي في يعني فتعلمت كتير. فقلت لا this is حاجة كويسة. أنا أعتقد إني علشان أنا عندي احترام دي للناس ممكن جدا الناس بيحسوا بكده. فعشان كده بيحسوا إن I'm genuine في المعاملة يعني في الحياة. نافين بيعجبني قوي ان بالرغم من ان انت طول عمرك عايشه بره بس انا بحسك محافظه شويه. يعني بتاخدي بالك في لبسك، عندك رولز كده ما ببينش حتت معينه في كتفي او في رجلي. ما خفتيش ان ده يعمل حاجز بينك وبين الاجانب مثلا انه يحسوا انها لا مقفله علينا فمش هنقدر مثلا تعمل توبيك مثلا نتكلم فيه براحتنا او لا هي مختلفه عنا فلا مش عايزين نبقى اسوسييتد معاها او مش عايزين نبقى في مجموعتها؟ ازاي قدرتي تفضلي حقيقية لنفسك؟ دي حاجة انا شخصيا معجبة بيها جدا انك فضلتي حقيقية لنفسك وما فرقش معاكي ده ان الناس برضو تحبك وتقدرك زي ما انتي. بصي مش هقولك ان هو الموضوع سهل. الموضوع مش سهل. كمان ان انا اتربيت في استراليا. انا ماما في التربيه كانت برضو محافظه. يعني ما ينفعش تلبسي مايو، ما ينفعش يعني تلبسي قصير، ما ينفعش كل الحاجات دي. وطبعا يعني لما تبقى عايشه في استراليا وشايفه كل اصحابي قاعد لابسين بقى الميني سكيرت والشورتات وبيكينيز وكل الحاجات دي بتبقى صعب. بس انا تعلمت ان الناس يعني عشان تبقى عندك اصحاب فعلا بيحبوكي هيحبوكي يعني بعملي. يعني فبعملي مش بلبسي مش بشكلي مش بديني. يعني انتيمي يعني اصحاب كتير معظمهم اجانب ومش مسلمين. وفي ليفل احترام اني انا متمسكه with my morals my values. يعني حاجه هقولها لك انا ناس كتير ممكن يعلقوا انا هقولها دلوقتي. ما بحبش اتكلم فيها كتير علشان أنا عارفة دي حاجة personal شوية وكمان مش كل الناس هيفهموا أنا بقول إيه. بس أهم حاجة أنا أعتقد أنا عايزة أقولها إن أهم حاجة الناس يفهموا إن أي خطوة الإنسان بيعملها من ناحية الدين دي خطوة هم مش هيفهموها عشان دي حاجة من جوه بيني وبين ربي مثلا. فما عندهمش حق إن هم يقولوا طب أنت ليه ما عملتيش كده وطب أنت ليه بتعملي كده لا كان حرام إنك تشيلي مثلا الحجاب والحاجات دي. هم مش فاهمين النية جوه القلب. فدي دي أول حاجة عايزة أقولها قبل ما أدخل في الموضوع. إن أنا كنت محجبة. اتحجبت لما أنا كان عندي أعتقد 24 سنة ونقلت في بلاد لوحدي محجبة في بلاد أجنبية. وعايزة أقول لك إني أول مرة حسيت إني في ليفل احترام ليا. الرحلة ما كانش سهل. يعني أول بلد ابتدأت فيه كانت فرنسا. بعد كده رحنا UK لندن يعني. وفي لندن كان عندي 3 أطفال وهم كانوا عايزين يعملوا حاجات. عايزين يعملوا تنس وعايزين يعملوا.
فانا ساعتها قلت لها انا محجبه، الناس هيبصوا لي ويقولوا دي مش يعني نتكلم معها ازاي وكده. فكده قلت لا، انا مش وقف حياه عيالي عشان انا مش واثقه في نفسي. فساعتها خدت عيالي I signed them up للتنس ورحت. فعلا الناس كانوا بيبصوا لي مش عايزين يتكلموا معايا. فانا قلت لنفسي انا هتكلم معاهم عشان هما بيتفاجئوا اني انا بتكلم انجلش. الناس بيتفاجئوا ان هو وهم بيتفاجئوا مثلا ده الكلام ده كمان كان زمان، يعني احنا بنتكلم فوق 20 سنه دلوقتي. دلوقتي اعتقد الموضوع اتغير شويه. فلما انا كنت بتكلم معاهم اقول لهم هاي how are you my name is Naveen. بلاقي في الاول بيبقوا متاخدين شويه بكده، شويه يقعدوا يتكلموا معايا. وبرضه الحجاب عايزه اقول لك اداني الكونفيدنس، الثقه في نفسي. لو ما كانش للحجاب ما كنت اعتقد ما كانش هيبقى عندي الثقه اللي انا الموجوده عندي دلوقتي. اني كنت لازم اتمشى في الشارع وانا فخوره من نفسي، يعني ببص للناس في عينيهم ماشيه بطريقه معينه، عشان حسيت برضه الناس اللي بيحسوا ان هم قلقانين وكده الناس ممكن تضايقهم اكتر. interesting قوي البرسبكتيف ده، اول مره اسمعه ان الانسان لما بيبقى محجب ده بيديله سكيلز معينه سوشيال، ان هو لازم هو ياخد الخطوه الاولانيه، يبقى مبتسم، يقرب للناس، يحاول يكسر اي حاجز ممكن يكون بينه وما بينهم في الغرب وكده. فبرضه يعني لما ان سويسرا اعتقد كان في 2 محجبات في المدرسه، انا وواحده تانية، ولقيت ناس اجانب برضه من امريكا وكده. يعني انا بحب الاجانب، انا يعني بتفاهم معهم اكتر عشان انا اتربيت في استراليا. يعني كان ساعتها برضه عندي حته مصريه بس ضايعه زي ما انت شايفه كده. فانا قلت انا عايز اتعرف عليهم يبقوا اصحابي. فقلت ازاي يعني هما، يعني كان ساعتها برضه حصل سبتمبر 11 الموضوع اللي حصل في نيويورك. فقلت لا خليني ورا الموضوع ده. يعني I wanted to break barriers. ده كانت هدفي، انه اخليهم يفهموا اني مش اللي انت بتشوفيها في الميديا والتلفزيون الحقيقه. تعلمت انه الناس بيحبوني علشان شخصيتي انا، يعني مش عشان شكلي، مش عشان لبسي. وكمان انا بالنسبه لي بحب اني ابقى conservative في لبسي. انا بحس ان دي حاجه is part of my identity، وعندي احترام كبير للستات المحجبين. دي حاجه انا عارفه، يعني انا خدت الخطوه وشلته، وده انا عارفه ده مش صح، وفاهمه كويس قوي الكونسيكونسز. بس زي ما قلت في الاول ان كل واحد ليه الجيرني، الرحله بتاعته ما يعني في دينه يعني. ف دي حاجه بالنسبه لي مهمه، يعني بحاول يعني اخد الخطوات الصح. يعني فكرك لو اتحجبتي بكره هتفضل الكوميونتي بتاعتك بتبصلك بنفس الطريقه؟ والله مش عارفه، فكرت فيها كذا مره، بس في الاخر انا مش بحجب عشان الناس. دي حاجه برضو حاجه very 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 important، اني نبقى احنا فاهمين لما احنا بناخد خطوه في الدين مش بنعملها عشان الناس، بنعملها لله لربنا يعني. ولو الخطوه دي هيغير احساس الناس، دي حاجه out of my control. يعني هرجع لها بالظبط، هيرجع لهم هم وانا هكمل. يعني لو خدت الخطوه دي هكمل، والناس اللي بيحترموني علشان شخصيتي برضو هرجع تاني للنقطه دي هيفضلوا معانا. عشان في الاخر انت بتحكمي الواحد على شكله ولا على دينه ولا على الشخصيه. انت ممكن تبقى عندك اجمل واحده وشخصيتها مش كويسه، وواحده شكلها مش كويس بس شخصيتها جميله، دي هتبقى شكلها احلى من دي. This is the reality يعني. طيب أول ما ابتديتي على يد يا نبين كنت بتتكسفي جدا من إنك تقفي أصلا تكلمي ناس كتير، من الكاميرا، من كل حاجة. إزاي وصلتي للي انت فيه النهاردة؟ بشوفك بتتكلمي براحة جدا، بتران كل السيشنز وفيها أعداد كبيرة طول النهار في الميديا وكده. إزاي اشتغلتي على نفسك إن انت، يعني أنا حابة قوي إن يعني انت حطيتي نفسك في حاجة بره فعلا الكومفورت زون أو نمطك الطبيعي، وقدرتي تعمليها حلوة قوي. عملتي ده ازاي؟
أنا برضه لسه بتكسف جدا. عايزة أقول لك بقعد يعني أقول لنفسي أنا هقول إيه وهكلم إزاي وبرضه بقول لنفسي يعني في الآخر الناس اللي قدامي دول ناس زيي. فبقعد أحضر نفسي كده، بكلم نفسي شوية وبحضر نفسي قبل ما مثلا أجي النهاردة مثلا أو أكلم قدام جروب كبير، لا بيجيلي ببقى مش خايفة بس nervous شوية، بس كيف بقول يعني just be yourself وخلاص يعني. طيب تقولي ايه لأي حد الحياة سحلاه، يعني ما بين شغل وعيال، او لو ما فيش شغل عيال كتير وسفر وكده، ونفسه يحقق حاجة عدى 40 أو 45 ومش عارف يعمل ايه، تقولي له ايه؟ ابتدي، لازم تبتدي من أي حتة، يعني it's never too late. عندك 42 سنة، عندك 50 سنة، 55 سنة، طالما نفسك تعمل حاجة اعملها. طب ولو مش عارف ايه الحاجة، يعني يعني يجرب. مش عارف يعمل ايه، نفسه يعمل حاجة ومش حاسس ان فاته القطر، او انه مفيش حد هيشغله دلوقتي، او مش هيقدر يبتدي شركة وهو عمره ما اشتغل بقاله سنين، او يعملها ازاي؟ في الآخر هو المايند سيت. حتى لو عندك 55 سنة وعايز تبتدي شركة، يمكن الشركة الكبيرة مش هيحصل، يعني برضه نبقى رياليستيك، بس ممكن تبتدي حاجة في الاندستري اللي انت بتحبها. برضه لازم نشوف حياتنا حوالينا عامل ازاي، والفرص اللي قدامنا شكلها ايه، ونبتدي وكان نشوف هيحصل ايه. بس لو احنا بنفكر طب انا عايز ابتدي شركة وكان نفكر 10 سنين قدام، عمرنا هنعمل اي حاجة. يعني نبتدي النهاردة وبكرة هنشوف هيحصل ايه. طب كنت عمرك تتخيلي انك توصلي برحلتك من ان انت تجمعي شوية ستات مع بعض انك عملتي الكوميونيتي ديت؟ لا خالص. علشان لما انا ابتديت الموضوع ما كانش في دماغي خالص اني هو يبقى الموجود النهارده. ما كانش هو ده النية اصلا. النية كانت بس نجمع ونشرب كوفي ونتكلم في حاجات يعني تخصص الاكسبات لايف. بس لقيت اني الناس محتاجين ده، فابتديت بقى افكر طب لو الناس محتاجين ده طب اعمل ايه تاني، وعملت حاجة تانية ثالث ورابعة، ولقيت الموضوع ماشية وعمال أفكر وأكبر. مش الحال. مش الحال. طيب ايه الحاجات اللي ساعدتك تقدري تستمري؟ ومثلا لو في النص حسيتي بوحدة، او حسيتي ما عنديش تيم، او حسيتي ان انا بعمل كل حاجة لوحدي، او حاسة الموضوع مش مجزي، او حاسة انه ما فيش اقبال، ازاي بتتخطي ده وتفضلي ثابتة على الميشن اللي انت حطيتيها لنفسك؟ بصي، لو انت بتحبي حاجة ومقتنعة باللي انت بتعمليه هيجيلك اوقات انك تحسي طب في حد هيحب الموضوع ده، او مش هينفع، مش هيشتغل. هتلاقي نفسك لا انا هكمل وهشوف هيحصل ايه. لو ده ما اشتغلش ممكن اشوف طريقة تانية، عشان دي حاجة انا مقتنعة بيه 100% عايز اعملها وحاسة ان هو هيشتغل. بس هيشتغل ازاي انا مش عارفة، فهلا اجرب بقى اشوف هيحصل ايه. وكمان بتخافوش انك تطلبوا مساعدة. انا في الاول كنت بخاف اطلب مساعدة، انا كنت متعودة طول عمري اعمل كل حاجة لوحدي، من اي بلد كل حاجة بعملها، يعني فاهمة قصدي. بس لما لقيت لما طلبت مساعدة من الناس كانوا مبسوطين وعايزين يساعدوني. دي كانت حاجة جميلة برضو. انت اتكلمتي ان الناس كانت بتساعدك، كلميني شويه على الباور اوف وومن، ان السيدات مع بعض بيقدروا يطلعوا قماش او كده. كلميني شويه بما ان الكوميونتي بتاعتك كلها سيدات اكتر، احكي لي قدرتوا تعملوا ايه مثلا؟ بصي انا فعلا لما هم بيقولوا women support women دي حاجة يعني very very true. احيانا بنحس ان الستات ضد بعض، بتنافسن على بعض. بالظبط. وبيحصل، دي الحقيقة. بس بحس لما انتي مثلا تبقي انتي الليدر او leading، لازم تدي اكتر من انتي تستقبلي. لما الناس بيشوفوا انك انتي you're supporting them ومش عايزة حاجة منهم، هما كمان هيحسوا that it's genuine, it's authentic. يعني فاهمة قصدي، يعني انتي فعلا بتساعدهم. يعني في cultures لا، اللي هو انا هساعدك بس انتي لازم تساعديني. انا بشتغلش كده بصراحة، اللي هو انا هساعدك بس مش عايزة حاجة منك. لما هم I think بيحسوا بكده، هم كمان بيقولوا لا خلاص انا كمان هساعد الناس
and you attract بقى power of attraction. فلا عملنا يعني طالما يعني sorry my Arabic is so bad. بحس إني لما إحنا بنتلم مع بعض وفي positive energy نبقى نفكر نساعد الناس إزاي نعمل events اللي هو يساعدوا الناس إزاي. one of the things إحنا عملناها في Coffee with an Expert مثلاً اللي هو حاجة initiative جميلة جداً إن الأمهات اللي عندهم أطفال عندهم مثلاً disability والهدف is not بس إني support الأمهات بس عشان كمان نلم الأمهات التانية والناس التانية عشان يتعلموا من حياتهم يتعلموا من الكونديشنز الموجودة في عيالهم عشان مبقاش في اختلاف بين البشر عشان يعني بغير العلم احنا مش هنفهم حاجة فلازم نتعلم ناس يعني ازاي نتعامل مع بعض يعني. نافين ايه اكبر مشكلة قابلتك في حياتك وازاي تخطيتيها؟ الحمد لله ما كانش في مشاكل كبيرة وصعبة بس بيحصل مشاكل طبعا. انا اعتقد اللي هو يعني كانت استغربت لها شوية ممكنش عارفة اتصرف ازاي. كانت في الاول مشروع يعني اول سنتين في واحدة بعتت لي مسج وبتقول لي انا هاخدك المحكمة. ليه؟ ما قلتش حاجة عشان انتي استغلتي او بتنفسي نفس الحاجة انا بتنفسها حاجات كده غريبة يعني. فانا كنت طبعا قلت لها انا استغلت صورة مثلا غلط كانت بتاعتها قلت يعني حد كاتب يعني فقعدت بقى ادور ايه المشكلة يعني مش فاهمة المشكلة. وكده كلمت واحدة محامية صاحبتي فقلت لها حصل كذا 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 وقلت لها مسج قلت انا ما عملتش اي حاجة واللي هي يعني انا سألت الست هو ايه المشكلة يعني قالت لي انتي عملتي البنت كذا زي انا بعملها. قلت لها الحياة اللي احنا فيه ده يعني ايه الحياة اللي احنا فيه ده او يعني الرياليتي ان اصلا البنت ده اول حاجة انا عملتها كذا مرة قبل ما هي بتعملها اصلا وتاني حاجة دي حاجة very generic كل الناس بيعملوها it's not حاجة يعني trademark أو copyright أو أي حاجة ليها. فدي كانت أول مرة حسيت إني لا أنا داخلة في الموضوع الناس بيبصوا عليا وهيشوفوا أنا بتصرف إزاي بعمل إيه وممكن جدا يعملوا لي مشكلة. طيب انتي بقالك سنتين تقريبا بتربي العيال لوحدك جوزك سافر وكده عايزة أعرف للدرجة دي بتحبي اللي انت تعمليه فقررتي ان انا مش ماشية وهكمل فيه ولا كلميني شوية عن بقالنا 5 سنين حضرتك 5 سنين واو 5 سنين هو يعني بين هنا وبين البلاد اللي هو بيشتغل فيه. بس انت بقى بعد 8 سنين قررتي خلاص انا ده وقتي؟ لا خلاص يعني قولي ابتديت Coffee with an Expert من 2019 كان عندي 42 سنة أنا السنة دي عندي 48 سنة. ويا من 5 سنين من دول كنت بربي العيال لوحدي وكنت محتاجة الشغل عشان يعني لو أنا قاعدة في البيت يعني في ظروفي أنا ووزي مسافر وعيالي الأربعة ما شاء الله يعني لا أنا محتاجة الحاجة اللي هي أنا. وكمان دي حاجة very important للستات عامة يعني إني I have a strong belief إن كل ست لازم تبقى عندها financial independence بس مش لازم تبقى عندها دخل دلوقتي. أنا المعنى الكلمة دي بالنسبة لي أنا يبقى هي عندها السكيلز لو حصل إن هي محتاجة تشتغل ممكن تروح تشتغل يبقى عندها الثقة في نفسها إن هي لو حصل أي حاجة في حياتها هي ممكن to rely on herself. فدي حاجة I'm very very passionate about. بحس especially في البلاد العربية إني إحنا كستات بنسيب نفسنا نربي العيال وننسى بقى نشتغل إزاي وما عندناش السكيلز الجديدة في AI والحاجات الجديدة اللي بيجي وكده بيحصل حاجة عيا no work موت كده يعني divorce أي حاجة تلاقي نفسها في موقف صعب. نافين ساعات بترجعي لورا وتقولي أنا ليه ما عملتش اللي بعمله ده من زمان يا ريتني ابتديت من بدري كان زماني دلوقتي في حتة تانية؟ لا لا عشان أنا بس يعني أنا
عشان أنا أوصل لده لازم كان أعيش حياتي الأول أو أمر بالظروف اللي أنا مريت بيه عشان أعرف أعمل الموضوع ده. لو عملتها بدري شوية ما كانش هينجح، عشان ما كانش عندي الاكسبيرينس والنوليدج اللي كان موجود عندي ساعتها عشان ابتدي المشروع ده. نافين، تقولي لنفسك الأصغر إيه؟ ما تخافيش، يعني ما تخافيش انك تستغلي صوتك. كنت بخاف في السوسايتي، مش من مثلا اهلي وكده، بس السوسايتي برا كنت بخاف مثلا اقول اني انا مسلمة، أنا مصرية، انا مختلفة. كنت دايما مش بخبي، بس ببقى قلقانة. إزاي ما فقدتيش هويتك أنتي كنافين؟ ولما لقيتي هدف حياتك لقيتي زي الهدف ده؟ بصي، لما حصل في سويسرا مع الريفوجيز، حسيت ان دي كانت زي هدية من ربنا ليا. دي حاجة مش سهلة، مش كل واحد بيجيله الفرصة ان هو يساعدوا الناس بالطريقة دي. وحسيت ان دي كانت حاجة very emotional، حاجة يعني قوية جدا ليا. it was like an emotional calling. هي في اللحظة دي فعلا حسيت ان دي هدف حياتي، لازم أساعد الناس. ما نقدرش نعيش لنفسنا بس، ما نقدرش نعيش لعيالنا بس، يعني احنا في ناس محتاجين مساعدة، فاحنا دورنا في حياتنا ان نساعد الناس. أنا بختم دايما، محدش قال لي بسؤال بسأله لأي حد بيجي معايا، محدش قال لي نافين إيه؟ محدش قال لنافين اني أصعب، بس أحلى حاجة أنا ممكن أقولها لنفسي كلمة لأ. أنا كنافين وكست، يعني شخصيتي كمان بحب أدي كتير فوق اللازم، دايما أدي لدرجة إني ممكن أجي على نفسي كتير وأجي على عائلتي my family. فتعلمت إزاي أحط boundaries و protect myself، وكمان أقول لنفسي لأ، مش لازم تعملي كده، مش لازم. فلقيت إني لما بقول لنفسي لأ، في كده راحة نفسيا.